شاب اتخرج دور على شغل في كل مكان بس مش لاقي، لغايه ما اتقبل في مصلحه حكوميه بس هيشتغل بنظام الساعات، يعني مش هياخد المميزات اللي بياخدها موظف الحكومه. وهو وافق واستلم الشغل وعاهد ربنا انه هيخلص في شغله، وقال ربنا رزقني الشغلانه دي وغيري مش لاقي. كان لما التليفون يرن في المكتب محدش يرد غيره، لو حد كان ليه مصلحه هو اللي كان يمشي فيها لغايه ما يقضيها له. مره كان مروح خلاص من الشغل، شاف راجل كبير واقف ومحتار، قال له مالك يا حاج؟ قال له هم الموظفين راحوا فين؟ قال له خلاص دول مشيوا. الراجل اتنكد وما بقاش عارف يعمل ايه. قام الشاب رجع تاني فتح المكتب بتاعه وقضاله المصلحه بتاعته. الراجل الكبير بقى ماشي عمال يدعي له من كل قلبه. في يوم اتفاجئ بتليفون بيقول له انت كنت مقدم عندنا، وهي كانت شركه كبيره محدش يعرف يشتغل فيها غير بالواسطه، وهو كان مقدم فيها من سنه وشهرين. قال لهم ايوه فعلا. قالوا له احنا منتظرينك بكره عشان تستلم الشغل لو لسه عندك رغبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.